بل زادنا وأكرمنا من فضله سبحانه وتعالى. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل من يسمع مثل هذا الكلام من الصادق المصدوق، من سيد الخلق، من أصدق الخلق صلوات ربي وسلامه، يفوت ليلة القدر؟ قد يقول قائل: وما يدريني متى ليلة القدر؟ هي 10 ليال، قمها كلها، ما المشكلة؟ ولا نعني بقمها كلها من العشاء إلى الفجر، لا، قم منها. قد كان سيدنا وحبيبنا وخليلنا صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله صلى الله عليه وسلم ليدرك ليلة القدر، وهو قدوتنا، فلنصنع مثل صنيعه أو قريبا من صنيعه. صل التراويح، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة في هذه الليالي فقط، ليالي العشر. لا تفوت، إنها فرص إذا مرت لا ترجع. انتظر حتى رمضان القادم، ترى هل ستعيش؟ هل سنعيش إلى رمضان القادم؟ هل سندرك الشهر القادم من رمضان من السنة القادمة؟ قد وقد، الحمد لله أدركنا رمضانات كثيرة، ولكن هل ندرك ما سيأتي؟ العلم عند الله تبارك وتعالى.